ناكلز بيحس بالملل من العيشة اللي عايشها مع سونيك، فبيقرر يتخلى عن سونيك ويطلع في مهمات خطيرة وبيحارب أعداء جدد. ده ملخص مسلسل ناكلز 2024. بيبدأ المسلسل مع ناكلز وهو عايش مع سونيك وتيلز، وناكلز أصبح قاعد في هدوء تام معاهم لأن الكون مش بيتعرض لأي خطر. بس ناكلز ما كانش راضي عن الحياة الهادية دي، وكان دايما بيدور على الأكشن. وبنشوف بعض العمال بيصلحوا حاجات في بيت مادي، وناكلز بيظن إن العمال دول أشرار وهيقتحموا البيت، فبيجري عليهم وبيهاجمهم واحد ورا التاني. ومادي بتتدخل وبتتأسف للعمال، بس العمال مش بيقبلوا الأسف وبيمشوا. وناكلز رايح ياكل تحت الشجرة وما كانش مهتم، ومادي راحت اتكلمت مع سونيك وتيلز علشان هي عارفة إن الكلام مع ناكلز مش هيبقى له فايدة، وبتشتكي لسونيك وتيلز من اللي بيعمله ناكلز. وسونيك بيقول لها أنا برضو أخدت شوية وقت علشان أفهم كوكب الأرض وأفهم طريقة العيشة هنا، فأنا هتكلم مع ناكلز وهفهمه. وبيبصوا على السطح بيلاقوا ناكلز مع الكلب بتاع مادي، وتيلز بتطلع تاخد الكلب. وسونيك بيقف يتكلم مع ناكلز وبيقول له انسى شخصية المحارب اللي جواك، احنا خلاص اتخلصنا من روبوتنيك ومش بنتعرض لأي خطر حاليا، أنا عايزك تستمتع بحياتك على الأرض. وناكلز بيقعد على السطح لوحده وبيتأمل في الكلام ده، وبيقرر يغير من سلوكه ويعيش هنا زي ما كان عايش في الكوكب بتاعه. وتاني يوم بيبني عرش ليه على ترابيزة الأكل، وبيعلن نفسه رئيس العيلة، وأي حد عايز ياخد المنصب ده يبقى لازم يقاتلني وينتصر عليا. وناكلز كمان كان حول أوضة المعيشة لحلبة قتال، ومادي بتتعصب من كل اللي بيحصل ده، وبتكتشف كمان إن ناكلز قبض على ساعي البريد وحبسه، وده بيخليها تتعصب أكتر. وبعد ما حررته بتروح تتكلم مع ناكلز وبتطلب منه يتوقف عن اللي بيعمله. وسونيك وتيلز بيقولوا له اللي انت بتعمله ده غلط، وناكلز بيسمع كلامهم وبيمشي، وكان متضايق وحزين. وبتجيله رؤية مع رئيس قبيلة إكندا، وناكلز بيسأله المفروض أعمل إيه دلوقتي بعد ما رجعت حجر الزمرد. فرئيس القبيلة بيقول له أنت لازم تتبنى حد وتعلمه عادات قبيلة إكندا علشان قبيلة إكندا تكبر، لأن قبيلة إكندا ما تبقاش منها حد غيرك. وناكلز بيسأله ألاقي التلميذ ده فين؟ فالرئيس بيوريله صورة الشرطي ويد، وبيقول له ويد داخل ينافس في بطولة بولينج هتتعمل في ولاية نيفادا، والشخص ده مميز فعلا، فأنا بقترح عليك تدرب ويد، وما تنساش إن مصير قبيلة إكندا ما بين إيديك. وبعد ما رئيس القبيلة بيخلص كلامه بياخد بعضه وبيمشي، وناكلز بيقول له أنا مش هخذلك أبدا. بينما ويد كان في الجيم وكان بيتدرب، وبيتفاجئ بوجود ناكلز معاه في الأوضة، وبيقول له أنا هدربك علشان تبقى جاهز للبطولة. بس ويد بيقول له أنا اتطردت من الفريق اللي هيشارك في البطولة لأنهم بدلوني مع بنت صغيرة عندها 8 سنين اسمها سوزي، بحجة إن أنا مش قوي كفاية علشان أخش الفريق. وناكلز بيقول له ما تقلقش أنا هدربك وهخليك محارب قوي. وويد بيتحمس وبيوافق، وبيقرر إنه هيتحدى سوزي في مباراة بولينج علشان يقدر يستعيد مكانه في الفريق. وبيركبوا العربية ورايحين يتدربوا، وبنتعرف بعدها على عميلة تبع الحكومة اسمها ويلبي، وبنشوفها بتراقب كل تحركات ناكلز. ولما بتعرف ان ناكلز ساب مدينة جرين هيلز بتشوف ان دي فرصة علشان تقدر تقبض عليه، بس هي هتعمل المهمة دي من غير ما الحكومة تعرف، وبتقرر تتخلص من زميلها وبترميه لكوكب الفطر علشان تبقى في امان وقائد الجيش ما يعرفش باللي هي بتعمله. وبعدها بتتصل بزعيم عصابة اسمه روي، وبتعرفه ان ناكلز دلوقتي لوحده ومش مع سونيك وتيلز. فروي بيفرح لانه عاوز يقبض على ناكلز ويستخدم قوته لغرض معين. والعميلة ويلبي بتوعده انها تقدر تقبض على ناكلز في خلال 24 ساعة، وروي هيمد ويلبي بأسلحة قوية علشان تقدر تقبض عليه. وبعدها ناكلز وويد بيوصلوا لصالة البولينج، وناكلز بيستغرب من شكل المكان علشان كان متخيل انه هيلاقي المكان عبارة عن ساحة قتال، وبيجرب يرمي كرة البولينج وبيكسر بيها القراطيس، وبيقول لويد انا واثق في قدراتك. وفجأة العميلة ويلبي والعميل ميسون بيوصلوا علشان يقبضوا على ناكلز، وبيهاجموه وبيدمروا المكان. وناكلز بيجري عليهم علشان يهاجمهم، بس ميسون بيصد هجمته، وبيطلع انهم بيستخدموا اسلحة بتخليهم اقوياء زي ناكلز. بس مع ذلك ناكلز بيعرف يحاربهم وبيوقع اسلحتهم، لان ناكلز كان بيتدرب طول حياته انه يبقى محارب قوي، وبيحاولوا يضربوه كذا مرة بس هو بيقدر يتغلب عليهم. وكان متجه ناحية ميسون علشان يقتله، بس ويلبي فتحت بوابة في الارض وناكلز وقع في قفص. وبكده
وبكده ويلبي وميسون قدروا يقبضوا عليه وبياخدوا بعضهم وبيمشوا. بس ويد بياخد باله من سلاح ويلبي اللي نسيته على الأرض وبيقرر ياخده علشان ينقذ ناكلز، والعملاء الاتنين بياخدوا ناكلز في قصر في الغابة وويد كان ماشي وراهم، وقبل ما يقتحم عليهم المكان بيروح يشتري شوية حاجات من المحل الأول علشان هتساعده في عملية الإنقاذ. بينما ناكلز بيسأل ويلبي انت عرفتي مكان ازاي؟ فهي بتقوله انا بشتغل في منظمة متخصصة في دراسة الكائنات الفضائية وهدفي هو استخراج القوة بتاعتك علشان ابيعها لان قوتك كبيرة جدا وتقدر تنتج اسلحة قوية. وبتقوله انا اعرف عنك تاريخك كله. بس اللي ويلبي ما كانتش تعرفه ان ويد كان بره القصر وكان معاه قفازين من اسلحة ويلبي، بس لما كان بيحاول يستخدمهم بيعمل انفجار بالغلط وهو بيدمر عربية الشرطة والحاجات اللي لسه شاريها. والعملاء الاتنين سمعوا الدوشة دي وطلعوا يشوفوا فيه ايه، ولما بيشوفوا ويد بيفتكروه، والقفازات اللي مع ويد بتخليه يطير غصب عنه وبيخش القصر في الاخر. وميسون بيخش علشان يتعامل معاه وويد كان مستخبي منه، وميسون بيشوف قفاز على الارض وبيستخدمه ورايح ورا ويد، وويد كان خايف منه. بينما ويلبي كانت بتراقب ناكلز، وميسون بيقدر يمسك ويد وكان على وشك يقتله، بس بتجيله مكالمة من مامته وبيضطر يرد عليها، وهويد بيستغل الموقف وبيفتح الكاتشب في عينه، فميسون مش بيعرف يشوف وبيقع وبيفقد الوعي. وويد رايح ينقذ ناكلز وبيرمي القفاز على القفص علشان يحرره، وبيحصل انفجار ضخم وبيفجر القصر، وويلبي بتفقد الوعي. بس ويد وناكلز كانوا بخير وما كانش فيه وسيلة للهرب إلا من الشباك، فناكلز بيشيله وبيحاول يطير بيه وبيقدر يطير بيه لبعض الثواني، وبعدين بيقعوا هما الاتنين من مسافة قريبة وبيسرقوا العربية دي وبيتحركوا بيها وبيقعدوا ياكلوا في مكان. وويد كان شايف نفسه حقق انتصار النهاردة، بس ناكلز كان شايف عكس كده وبيقول له احنا ما انتصرناش النهاردة لاننا ما تقاتلناش وجها لوجه معاهم، احنا بس كنا محظوظين، والأسوأ من كده انهم قدروا يقبضوا عليا وده حصل بسبب انك مقاتل ضعيف. وويد بيقول له كلامك صح، بس ابويا علمني استمتع باي انتصار مهما كان صغير. وناكلز بيقتنع بكلامه، وفي نفس الوقت ويلبي وميسون بيفوقوا وبيفكروا في خطة جديدة للقبض على ناكلز، وما كانش ينفع يتراجعوا عن المهمة دي لانهم مضوا على صفقة ب1,000,000 دولار لتسليم ناكلز لروي، وروي ده من اكبر المجرمين في العالم، ولو ما نفذوش الاتفاق فهما الاتنين هيبقوا ملزمين بدفع ال1,000,000 فلازم عليهم يظبطوا خطة جديدة للقبض على ناكلز. وبعد ما ناكلز وويد خلصوا اكل بيتحركوا وبيسمعوا على الراديو ان الحكومة بتبحث عن ويد، وويد بيتصدم بعد ما سمع الاخبار دي وبيدرك انه كده مش هيقدر يرجع لجرين هيلز، وبيفكر في مكان يستخبى فيه وبيقرر يروح لبيت مامته، وهي لما بتشوفه بيغمى عليها من الفرحة لانها ما شافتوش من مدة، وبتظهر بعدها واندا اخت ويد ودي تبقى شغالة شرطية في المباحث وبتتريق على ويد وبتقلل منه لانه مجرد شرطي عادي في مدينة جرين هيلز، وبتسأله انت ايه اللي جابك؟ اكيد عملت مشكلة وعايز امك تساعدك. وويد بيحس بالاحراج وبيغير الموضوع وبيعرف ناكلز على عيلته، وهويندي بيغمى عليها تاني لما بتشوفه، بس بعدها بترحب بيه في بيتها وبتحضر لهم اكل كتير. وطول الوقت واندا وويد كانوا بيتخانقوا وبيضايقوا بعض، اما ويندي فبتتكلم مع ناكلز وبتتعرف عليه وهو بيحكي لها قصته وقصة قبيلته وانه جه للارض علشان يسترجع حجر الزمرد، وبيحكي لها عن معركته ضد روبوتنيك. وواندا بتتريق على ويد وبتقول انت اكيد ما كانش ليك لازمة في المعركة دي، وويد بيتعصب منها وبيشتمها، فهي قامت طعنت اخوها بالشوكة. وويد بيتضايق من تصرفات واندا وبيخش اوضته، وناكلز بيخش عليه اوضته وبيعرف من الصور اللي على الحيطة ان ابو ويد كان لعيب بولينج عظيم وهيكون حاضر في بطولة البولينج، وبنعرف كمان ان ابو ويد منفصل عن عيلته ومش بيكلم حد منهم، وبالرغم من كده ويد كان بيحبه جدا وفخور بيه ونفسه يقرب منه اكتر. وبيحكي لناكلز وبيقول له وانا صغير كنت بروح كل يوم جمعة مع ابويا لصالة البولينج ودي كانت من اسعد اوقات طفولتي. وبعدها بنشوف عصابة بتقرب من بيتهم لان العصابة دي عرفت ان الحكومة حطت جايزة كبيرة للي يقبض على ويد، فالعصابة دي قررت تروح تقبض عليه، بس ويد بيحس بيهم، ولما بيقتحموا البيت ويد بيضرب واحد فيهم بس مش بيحس بحاجة، وقبل ما كان هيقبض على ويد بيظهر ناكلز وبيضرب الراجل ده وبيطيره بعيد. وفي الصالة بتاعت البيت الراجل ده كان بيعتدي على واندا بسلسلة
سلسلة حديد، بس بيوقفوا ناكلز وبيردوا له الضرب. وبعد ما تخلص من تاني واحد بيخش المطبخ علشان يخلص على الاتنين التانيين، وبيساعد ويندي وبيخلصوا عليهم سوا. وبالرغم ان ويندي شقتها اتدمرت، بس كانت مبسوطة علشان لأول مرة من سنين شايفة عيالها الاتنين متجمعين وبيدافعوا عن بعض. وتاني يوم الصبح ويد بيصحى وبيشرب القهوة بتاعته، وفجأة في شخص موتوسيكل بيقبض عليه وبيسحبه من رجله وبيسحبه وراه على الطريق. وناكلز بيشوف اللي حصل بس بيقرر ما يتدخلش علشان عايز ويد يعتمد على نفسه، لأن دي صفة مهمة جدا عند المحارب. وبعد دقايق بيوصلوا المكان منعزل في الغابة، وبيطلع إن اللي خطف ويد كان شخص اسمه جاك، وده يبقى قائد فريق البولينج بتاع جاك، وبيستخدم مسدس صاعق وبيكهربه وبيحط ويد في قفص. وويد لما بيفوق ما كانش مصدق إن صديقه المقرب يخطفه ويعامله كده علشان ياخد الجائزة المالية، وويد بيتوسل منه يحرره. وجاك بيقول له أنا حاليا بواجه أزمة مالية فمحتاج الفلوس جدا، لأن عليا ديون كتير وفلوس الجائزة هتبقى كفاية. وبياخده وبيتحرك بيه على اسم الشرطة. وويد ما كانش لاقي أي حل غير إنه يستنى وصول ناكلز علشان هو الوحيد اللي هيقدر ينقذه. وبتجيله مكالمة من ناكلز، وناكلز بيقول له ما تعتمدش عليا علشان أنا مش هاجي أنقذك، لازم تعتمد على نفسك علشان تصبح محارب. وبعد ثواني جاك بيشغل القفص الكهربائي وبيصعق ويد، وويد بيفقد الوعي. وأثناء وهو فاقد الوعي بيشوف رئيس قبيلة إيكندا قدامه، ورئيس القبيلة بيعرف نفسه. والرئيس مش بيعلم ويد ازاي يقاتل، لا بيدخله في معركة ضد جاك، بس كانت معركة بالموسيقى. وويد بيقدر يتغلب على جاك في الحلم، ولما بيفوق بيعتقد انه لقى طريقة الخروج من القفص، وبيحاول يدمر الباب بس بيتصعق وبيغمى عليه تاني، وبيخش في عقله الباطن علشان يكمل التدريبات. والمرة دي بيعرف يلاقي حل وبيهرب من سقف القفص. وجاك بياخد باله وبيتوقف على الطريق، وويد بيتحداه في مبارزة، واللي هيكسب هيخش بطولة البولينج والتاني هينسحب. وجاك بيوافق وبيرمي سيف لويد علشان يقاتله بيه، وبعدها بيركب على الموتوسيكل وبيقول له شوف حاجة اركبها علشان نقاتل بعض عليها. وويد بيشوف أطفال راكبين عجل فبياخد عجلة منهم وبيتجه ناحية جاك، وويد بيهاجمه وبيقطع له شعره، وده لأن جاك عرف يوطي وأنقذ حياته. وبعدها بيقع على الأرض وبيقرر يستسلم، وبيقلع الجاكيت بتاعه وبيسلمه لويد، وبعدها بيهرب. وويد بياخد الجاكيت والموتوسيكل وبيرجع لبيته. وناكلز لما بيشوفه وهو راجع بيحس بالفخر وبيدرك ان ويد جاهز للمعركة. وتاني يوم بيركبوا على الموتوسيكل وبيروحوا لولاية نيفادا، وبيوصلوا لنادي رينو اللي هيتلعب في البطولة، وبيخش المكان. وويد بيلاقي امه واخته موجودين علشان هم جم يتفرجوا على البطولة. وبعد عدة دقايق ويد وناكلز بيشوفوا ابو ويد اللي كان مشهور جدا في المكان والكل عارفه. وويد كان نفسه يتكلم معاه بس مش عارف يقول له ايه، وناكلز قال له ما تقلقش انا هقول لك تقول له ايه. وويد بيتجه ناحية ابوه وهو لابس السماعة، وناكلز معاه على الخط علشان يعرفه ازاي يتكلم، بس بيت لما بيشوفه مش بيفتكره. فويد بيضطر يعرف نفسه وبيقول له انا ابنك ويد اللي انت هجرته من سنين. وبيت بيتعرف عليه وبيقول له انت وحشتني، وبيسأله انت بتعمل ايه هنا. ويد بيقول له انا جاي اشارك في البطولة. وبيت بيضحك لانه معتقد ان ويد مستحيل يهزمه، والناس في المكان بيظنوا ان ناكلز شخص لابس لبس تنكري. وفي نفس الوقت العميلة ويلبي وميسون بيتقبض عليهم ويودوهم عند المنظمة الإجرامية بتاعت روي. وروي بيظهر بنفسه وبيطلع ان روي كان شغال زمان عند روبوتنيك، وقبض على ويلبي وميسون علشان يقتلهم لانهم فشلوا في مهمتهم. وويلبي بتطلب منه شوية وقت زيادة للقبض على ناكلز، وروي بيوافق لانه محتاج ناكلز بأي شكل علشان يكمل السلاح بتاعه. بس بيقول لهم اعتبروا اتفاقنا القديم ملغي وهنتفق اتفاق جديد، وانكم لو قبضتوا على ناكلز هسيبكم عايشين، ومش هيبقى فيه جايزة $1,000,000، الجايزة اني هسيبكم عايشين. وعلى الجانب الاخر بطولة البولينج قربت تبدأ، وفي 32 فريق بيستعد للبطولة، والمتسابقين كانوا من جميع انحاء العالم. وفي اول جولة فريق ويد بيكسب، وبيت كان بيغير وبيحقد على ابنه، ولما بيت كان بيكسب كان بيحتفل بقوة قدام الجمهور وبيظهر موهبته القوية. وويد كان شايف الجمهور كله بيهتف باسم ابوه، فكان عاوز يبذل مجهود زيادة علشان يعرف ينافس بيت وبيقدر فعلا يقدم اداءات ممتازة. وبيت كان خايف من ويد. وبعدها المسابقة بتوصل للمباراة النهائية، والفريقين اللي وصلوا النهائي كانوا
كانوا فريق ويد وفريق بيت، وبيت كان رافض احتمالية انه يخسر ضد ابنه، والمباراة النهائية كانت هتتلعب تاني يوم. وبالليل ويد بيقعد مع ابوه، وويد بيسأله انت ليه سبت عيلتك ومشيت؟ فبيت بيقول له انا اضطريت امشي علشان كنت بدور على الانجازات، بس انا ندمان اني ما كنتش جنب عيلتي. والاتنين بيقوموا يحضنوا بعض، وويندي بتتأثر بالمشهد ده، وبيت بيطلب منه يجيله اوضته بعد شوية علشان يتكلموا اكتر سوا. وويندي بتتكلم مع ويد لوحديهم وبتحذره ما يقربش قوي من ابوه علشان ما يجرحكش ويسيبك وتمشي تاني وانت تتضايق. بس ويد بيقول لها انا عايز ادي لابويا فرصة تانية، وبيروح يزوره في اوضته الفاخرة. وويد بينبهر بالاوضة جدا وبياخد جولة في المكان، بس بيتفاجئ لما بيشوف ويلبي وميسون قابضين على امه واخته. وبيطلع ان بيت متفق مع العملاء الاتنين، وويد بيسأله ليه بتخوننا تاني؟ بيت بيقول له علشان انا مش هسمح اني اخسر في البولينج قدام اي حد، حتى لو قدام ابني، فانا بنصحك تسلم ناكلز للعملاء وتنسحب من البطولة، والا ويندي وواندا هيموتوا. فويد ما كانش عنده اختيار تاني وكان رايح لناكلز الأوضة، وويلبي كانت فاتحة معاه مكالمة علشان تتأكد ان ويد مش هيحذر ناكلز باللي بيحصل. وبيخش على ناكلز الأوضة وبيكدب عليه وبيقول له تعالى معايا افرجك على أوضة والدي. وبيوصلوا عند الأسانسير، وويد بيقول له انا نسيت حاجة في الأوضة وداخل اجيبها، اسبقني انت لفوق وانا هحصلك. وناكلز بيوافق ومش بيشك اطلاقا ان صاحبه عامل له فخ، وبيركب الاسانسير لوحده وبيطلع لفوق، وما كانش يعرف ان ميسون وويلبي مستنيينه فوق. وبمجرد ما الاسانسير وصل عندهم هما بيفتحوا النار على الاسانسير، بس ناكلز مش بيتأذي لانه كان مستخبي في السقف. وبيتضح ان ناكلز كان سامع الحوار اللي دار ما بين بيت وويد، فبالتالي هو كان مستعد للمعركة، وويد كان عارف بكده. وناكلز بيهاجم اعدائه بكل قوته، بينما ويد فبيخش للأوضة علشان يحرر أمه وأخته. والعملاء الاتنين ما كانوش عارفين يتغلبوا على ناكلز، فويلبي بترمي ختمين على ناكلز علشان تحبسه، بس ناكلز بيضرب الخواتم ضربة مضادة، فالبوابة بتتفتح وبتسحب الاتنين العملاء ليها. وناكلز فضل ماسك في السقف وأنقذ نفسه، وبعدها البوابات بتتقفل. وبعد ما تمت عملية الإنقاذ بيجي ميعاد المباراة النهائية، وناكلز بيقول لويد يلا روح للبطولة وعايزك تكسب. وبيت بيطلع قدام الجمهور وهو واثق انه فاز بالكاس لانه معتقد ان ويد انسحب، والمقدمين بينادوا على ويد بس ويد مش بيظهر. فبيت بيعلن نفسه الفايز وبيشيل الكاس، بس بيتفاجئ بوصول ويد وبيقول له نزل الكاس. والمرة دي ويد كان كره بيت وعايز يتغلب عليه، وبيت هيجمع كل موهبته علشان ما يخسرش. وبيت في اول رمية بيوقع كل قطع البولينج، وبيجي دور ويد وبيوقع كل القطع وبيثبت انه منافس قوي. وناكلز بيقرر يتفرج على المباراة على التلفزيون، وبيتفاجئ لما بيسمع دوشة جاية من بره الملعب. ولما بيخرج بيشوف روي بداخل روبوت عملاق، وروي بيمسكه بسلسلة حديد وبيهاجمه بكل شراسة. بينما في نفس الوقت البطولة كانت لسه شغالة، وويد بيقترب أكتر من الانتصار، ولو قدر يوقع كل القطع في الرمية دي هيفوز بالبطولة. وبالرغم انه كان متوتر بس بيرمي رمية رائعة وبيفوز بالمباراة. وبعدها بثواني الحيطة بتتكسر بسبب معركة ناكلز وروي، وكل الناس بتخاف وبتجري، وروي بيسحب ناكلز لبره، وويد بيخرج علشان ينقذ صاحبه، بس كان فات الأوان وروي كان امتص كل طاقة ناكلز. وبعد ما حصل على اللي هو عايزه بيرمي ناكلز بعيد، وويد بيلاقيه فقد الوعي. وقبل ما روي كان هيقتل ويد، ويندي وواندا بيظهروا وبيدوا لويد القفازات، وويد بيرمي عليه كور البولينج بس مش بتعمل أي تأثير. وبعد ما الكور خلصت روي كان هيهاجمه، بس في الوقت ده ناكلز بيصحى وبيمسك سلاسل الحديد بتاعته وبيمتص كل الطاقة بتاعت الروبوت، وبكده بيسترجع الطاقة بتاعته لجسمه، وبيهجم على روي بكل غضب وبيدمر الروبوت تماما، وبيرمي عليه كورة بولينج عملاقة وبيقتله. وبعد ما المعركة خلصت ويد بيروح ياخد الكاس بتاعه وبيحتفل مع ناكلز، بينما واندا وويندي بيضربوا بيت في وشه. وويد وناكلز كانوا راجعين على جرين هيلز. وهنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة. ما تنسوش تدوسوا لايك وساعدونا نوصل الحلقة دي ل 8000 لايك، واللي وصل لآخر الحلقة عاوزك تحط ايموجي البولينج في الكومنتات علشان اعرف مين اللي عجبته الحلقة. وباي باي.